صدمة قوية تهز أركان بيت المؤثرة الجزائرية ميرارية بعد تداول شائعات خيانة زوجها لها. وفيها تفاصيل تم تداول أخبار تفيد أن المؤثرة ومقدمة البرامج ميرارية تعرضت للخيانة هي الأخرى من قبل زوجها الذي كانت تظهر معه في أغلب الفيديوهات التي تنشرها، حيث كانت لا تتردد في إظهار مشاعر محبتها له. والظاهر أن هذا لم يكن كافي، أين يتم تداول مقاطع تؤكد خيانة توحى لها. ويقال أن الخيانة كانت منذ سنتين عندما كان يعيشان في دبي. انا استي بريفو نروح في افريل مي ما كتبتش باش ندفع فيزا في مارس. آه، خلاص. حبيبي يا عمري وحشتك بزاف بزاف. صافا اسمع، نعيط لك تليفون ديالك مغلق. قراب توحش نهضر معاك بيبي قراب. احكي لي واش راكي دايره فيها كجديد. الأمر الذي دفع بزوجته أميرة إلى حذف كل الصور والفيديوهات التي تجمعهم وإلغاء متابعته، كما أن هناك شائعات تقول أنها طلبت الطلاق. تحاول الأخ نشر ستوري يعتذر فيه عن الخيانة، الأمر الذي يؤكد صحة ما يتم تداوله، حيث عبر عن الندم الشديد وأنه تاب إلى الله وطلب مغفرة، مع العلم أن أميرارية قامت بالعفو عنه قبل سنتين وتجاوزت الموضوع وبدأت حياة جديدة رفقة عائلتها. لكن بعد أن تم فتح الموضوع من جديد وأصبحت قضية رأي عام، لم تستطع نسيان طعم الخيانة